شوف المنظر ده كده، ميه بتشيل عربيات زي الورق، بيوت بتتخلع من مكانها، ناس بتجري تدور على ملجأ. عارف ده ايه؟ ده مش مجرد مطر، ده جندي من جنود ربنا. وما يعلم جنود ربك الا هو. في ناس في العالم فاكرين نفسهم ملوك الارض، بيعلنوا الحرب على الدين، بيستهزئوا بآيات ربنا سبحانه وتعالى، وبيروجوا للفجور والشذوذ، وبيقولوا بكل غرور مين يقدر علينا. بس تعالوا نفتكر مع بعض كده فرعون اللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. النهاية إيه؟ غرق. المية اللي كان بيتفاخر بيها بلعته. ربنا أهلكه بجند واحد بس، المية، فأغرقناهم في اليم. اللي بيحصل حوالينا مش عبث. الكون بيتألم من المعاصي، من الظلم ومن الفجور، من الحرب اللي على الفطرة، من استضعاف المظلومين خاصة المسلمين. اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن قوم سيدنا نوح: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقي الماء على أمر قد قدر. طوفان من فوق ومن تحت. ليه؟ علشان كفروا وظلموا. عنده نبي الله نوح 950 سنة. مش بس سيدنا نوح، ربنا حكى لنا كمان عن قوم عاد. قالوا من أشد منا قوة فأرسل عليهم ريح صرصرا عاتية تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الآية بتذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وأن العذاب ممكن يجي فجأة على اللي بيستكبر وبيكذب وبيظن أنه في مأمن من أمر الله. وكمان سيدنا شعيب: أصحاب الأيكة وظلموا في الميزان والتجارة فأخذهم عذاب يوم الظلة. وكمان أصحاب الفيل اللي كانوا جايين يهدموا بيت ربنا سبحانه وتعالى، فربنا أرسل عليهم طيرا أبابيل، طير صغير بيحمل حجارة فجعلها كعصف مأكول. متخيل؟ جند بسيط من جنود الله سبحانه وتعالى أنهى جيش كامل. رب اشف صدور المؤمنين وانتقم من كل ظالم طغى وتجبر. اللهم أرينا فيهم آياتك وأرحنا بعدلك فيهم يا أرحم الراحمين. اللي معاه ربنا سبحانه وتعالى مش ضعيف، واللي بيظلم مش عايش في أمان. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سلام.
بتاع قلبك خطوة تقربك لربنا.